بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، دائما معكم أخوكم العز مسير قناة The Golden Man DZ، مختص وخبير في بيع وصناعة المجوهرات الذهبية. سوف تجدون في قناتي إن شاء الله كل ما يتعلق بعالم المجوهرات. تابعوا معنا. الحلقة تاع اليوم متابعينا الأوفياء راح تكون حلقة متنوعة حساب تنوع المجوهرات اللي راح تشوفوها اليوم. وجبت لكم أيضا أخف محزمة، ولأول مرة على قناتي جبت لكم محزمة وزنها أقل من 100 جرام، يعني لكن ما هيش فتلة، من نوع صنع بلاكا اللي هي هذه، وراح نقدم لكم جميع تفاصيلها. وهذه جبتها من أجل المتابعين والزبائن تاعنا اللي ديما يقولوا لي راك دايما تجيب لنا في المحازم الثقال. جبت هذه باش نبين لكم باللي راني نجيب المحازم الثقال والمتوسطين والخفاف، ورانا دائما نحاولوا نتعاملوا مع جميع المستويات، اللي تحب الخفيف نخدموا لها، واللي تحب الثقيل نخدموا لها، واللي تحب المتوسط نخدموا لها. هذه هي تقريبا المحزمه اللي راح نركز عليها في الحلقه تاع اليوم. تبعوا معايا خاوتي دوكا نقدم لكم تفاصيلها. وايضا كاينه المحزمه هذه، محزمه وردة كبيرة، محزمة الوردة كبيرة، أنا هدرت عليها في حلقات سابقة ودركا نزيد نقدم لكم تفاصيلها. محزمة في منتهى الروعة، هذه أيضا راح نقدم لكم تفاصيلها في الحلقة تاع اليوم. وكاين أيضا سلسلة، هذه سلسلة فتلة في منتهى الروعة، خفيفة وتعتبر يعني في متناول الجميع. وجبت لكم أيضا ديغورمات خفاف، وما همش شكل وردة، يعني شكل جديد، لأنه كاين أيضا البعض من الزبائن تاعنا والمتابعين تاعي قالوا لي ماذا بك تنوع لنا الأشكال تاع ليغورمات. هذا شكل جديد أخوتي، فتلة في منتهى الروعة. تبعوا معايا فقط دوك نقدم لكم تفاصيله. وأيضا جبت لكم هذا من الحسك والجعب، هذا ما خاوتي مكملات تاع المسكيه، هدرت عليهم في حلقات سابقه وقدمت لكم جميع تفاصيلهم. دوكا نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف وهنا في الاعلى. هذا مانيش راح نركز عليهم في الحلقه تاع اليوم، فقط حبيت نذكركم بهم. وهذا يعتبروا من التراث الجزائري الاصيل، وهم عباره عن مكملات للمسكيه، يعني كي تحبي ديري مسكيه بسخاب العنبر لازم يكون فيهم الحسك والجعب. وايضا جبت لكم تاج يشبه شويه للتاج اللي فات، يعني هدرت عليه في الحلقه السابقه. والتاج هذا ايضا راح نقدم لكم الوزن تاعو والتفاصيل تاعو. فقط تبعوا معنا الحلقه للاخير. وحبيت نذكر المتابعين اللي مازال ما داروش ابوني يشتركوا في القناه باش يلحقهم جديد، لانه مازال جاي جديد ومازال جايه معلومات قيمه تنور لكم خبايا عالم المجوهرات، وتجدونها فقط في قناتي. وايضا جبت لكم القرمات هذه، ايضا قرمات فتله في منتهى الروعه بشكل جديد. ايضا هذه ايضا تلبيه لطلبات الزبائن تاعنا والمتابعين تاعنا اللي قالوا لنا بدلوا لنا شويه شكل الورده. هانا بدينا نبدلوا لكم، لكن اخوتي يبقى شكل الورده هو الشكل الرائد، يعني لي قرمات تاع الورده يعني اللي جايين بالشكل هذا هما الشكل الرائد في لي قرمات، يعني هما الشكل المحبوب يطلبوه بزاف. وحنا دائما بدورنا كصناع مجوهرات دائما نحاولوا نلبوا جميع طلبات المتابعين تاعنا، اللي يحبوا التقليدي، اللي يحبوا لي قرمات بشكل تقليدي، والله يحبوا لي قرمات بشكل حديث. احنا دائما في الخدمه. وايضا في الحلقه تاع اليوم كاينه محزمه الورده اللي غنيه عن التعريف، هدرت عليها يعني في اكثر من حلقه وقدمت لكم جميع التفاصيل تاعها. هذه ايضا اخوتي راح نقدم لكم بعد فقط الوزن تاعها، لاني هادر عليها بزاف من قبل باش ما يعودش كاين تكرار في تقديم المعلومات. والان ننتقلوا للفقره الجايه اللي راح نقدم لكم فيها الوزن والتفاصيل. تابعوا معنا. هذه اول محزمه متابعين الاوفياء تشوفوها على قناتي، الميزان تاعها اقل من 100 جرام، وطولها يعني في الطول ستوندار، يعني فيها متر وزوج. دوكا يتساءلوا فيكم الكثير ويقولوا علاش هذه المحزمه اقل من 100 جرام. اجابه راح تكون سهله طول. الميزان تاعها اقل من 100 جرام لانه وبكل بساطه نوعيه الصناعه تاعها بلاكا،
نوعية الصناعة تاعها بلاكا ماهيش فتلة. وهنا أيضا راح تسمح لي الفرصة باش نجاوب على المتابعين اللي دائما يسألوني يقولوا لي وش هو الفرق بين البلاكا والفتلة. هذه البلاكا خاوتي هاو الصنع تاعها ما فيهاش تعميرة لداخل، هنا ما كانش تعميرة، فيها بلاكا تاع ذهب فقط ونفصلوا عليها المعشة تاعنا. لكن الفتلة مختلفة عليها، نفصلوا المعشة تاعنا ونعمروها من داخل، معمرة بالفتلة كما راكم تشوفوا. هذا هو الفرق بين البلاكا والفتلة، ومن أجل هذا وزن الفتلة راح يكون ثقيل على البلاكا، دائما وزن الفتلة ثقيل على البلاكا. والآن نقدم لكم وزن المحزمة تاعنا. الميزان تاعها 84.16، هذا هو ميزان المحزمة. هذه يا خاوتي المحزمة كون جات يعني بالحجم هذا تاع المعشة وتاع الفم والعمارة من داخل فتلة ولا نوعية الصناعة تاعها فتلة، راهي تلحق حتى ل 180 جرام. هذه من إيجابيات البلاكا، دائما تكون خفيفة في الميزان وكبيرة في الحجم تاعها. لكن أخوتي من سلبياتها أنها ماهيش متينة، أنا ما ننصحش بها صراحة. أنا نحب الفتلة، أولا لأنها تراث جزائري أصيل، شوفوا الفتلة أخوتي، وفي البهاء أيضا الفتلة باهية على البلاكا بزاف، يعني محزمة فتلة عندها قدر خير من البلاكا. اما من ناحيه المتانه خاوتي البلاكا كما قلت لكم راهي ماهيش متينه، راهي ضعيفه. شوفوا كيفاش تتحرك، شوف يعني عند عمليه شد راح تنقطع المحزمه تاعك، وخاصه في جهه الكروشيات من عكس الفتله خاوتي اللي معروفه يعني بالمتانه تاعها. شوفوا مام الكروشيات تاع الفتله دائما يكونوا خشام. لكن اخوتي حنايا دائما نقدموا النصيحه للزبائن تاعنا، ويبقى الراي الاخير لهم. كاين اللي تحب تخدم بلاكا لانها تحب البلاكا اكثر من الفتله، وكاين يعني اللي تشوف الجانب المادي. بطبيعه الحال وين ما راح تكون المحزمه خفيفه راح يكون السعر تاعها منخفض، والعكس صحيح. سما كون تخدمي محزمه كيما هاك فتله راح تطيح لكم حتى ال 180 جرام، وبطبيعه الحال راح يكون يعني السعر تاعها غالي على المحزمه كي تكون كيما هكا وهي بلاكا. هذا يعني من جانب. لكن اخوتي اللي قادره دير محزمه فتله دير الفتله خير لها من البلاكا، هذه نصيحه فقط نقدمها لكم. وحنايا رانا نخدموا كلش، نخدموا البلاكا ونخدموا الفتله ونلبوا جميع طلبات المتابعين والزبائن تاعنا. فقط احنا نقدموا النصيحة وتبقى الكلمة الأخيرة للزبون. شوفوا الفم تاعها أيضا متحوفة أخوتي، مام في الحجم تاعو كبير. هذه أخوتي المحزمة مخدومة بالويز تاع 1 جرام، الطول تاعها 1.2 متر وفيها 13 باب. ان شاء الله تكون معلومات كافيه عن المحزمه هذه، واللي عنده اي سؤال او استفسار ولا حاب يتعامل معنا ما عليه غير يزور او يتصل واحد من ارقام هواتف متاجرنا راني مخليهم في اخر الفيديو، والله يكتب لي لتحت في جانب التعليقات في الاسفل اي سؤال يحب عليه، انا راني هنا في الخدمه نجاوبه باذن الله. هذه هي خاوتي البلاكا. هنا نكونوا انتهينا من المحزمه تاع البلاكا، والان ننتقلوا للمحزمه الجايه اللي هي هذه. هذه محزمة خاوتي نوع الصناعة تاعها فتلة، المعشة تاعها شكل وردة كبيرة. كاين وردة صغيرة اللي غنية عن التعريف اللي هي هذه، هدرت عليها في أكثر من محطة وقدمت لكم جميع التفاصيل تاعها. أما هذه يا خاوتي وردة كبيرة، كي شغل وردة صغيرة وفوقها وردة أخرى كبيرة. ونوعية الصناعة تاعها فتلة، الويز اللي رانا خادمين به 1 جرام،
الطول تاعها 98 سنتيم. الطول تاعها 98 سنتيم وفيها 22 باب. 22 باب وفم. والآن نقدم لكم وزنها. الميزان تاعها 109 قد. هذا هو وزن المحزمة هذه. يعني شوفوا اخوتي كي تشوفوا الفتلة يعني تشوفوا التراث الجزائري، يعني فيها ريحة البلاد وفيها ريحة تاريخنا وتاريخ بلادنا الأصيل. لهذا أنا دائما نحب الفتلة ونشجع على اقتناء الفتلة أكثر من أي نوع آخر من صناعات المختلفة. يعني كاين الفتلة، كاين البلاكا، كاين الماسيف، لكن أنا من محبي وعشاق الفتلة. والرأي الأخير دائما يبقى لكم متابعينا الأوفياء. وكاينة أيضا في الحلقة تاع اليوم السنسلة هذه، سنسلة خفيفة في متناول الجميع. يعني الميزان تاعها خفيف ماهيش ثقيله بزاف. اللي دير القلب وتحب دير سنسله كيما هاك تقدر اخاوتي. تبدا تشري لويز، تبدا تدخر دراهمها ما يروحوش منه وبربي ان شاء الله دير وحده كيما هاك. هذه يا اخاوتي السنسله هذه خاوتي نوعيه الصناعه تاعها فتله كيما راكم تشوفوا. فيها 3 قطع من كل جهه، 1 2 3 1 2 3. وانا يعني فضلت تكون جات فيها القطعه الرابعه، يعني قطعه فتله واحده اخرى، واحده هنا وواحده هنا. لكن تلبيه لرغبه الزبونه، والزبونه حبتها تكون خفيفه، خدمناها على قد صواردها وعلى حساب الرغبه تاعها. والان نوزنوا السنسله هذه. الميزان تاع السنسله هذه 20.5. وكاينه ايضا المحزمه هذه المحزمه خاوتي غنيه عن التعريف. هدرت عليها في اكثر من محطه وفي اكثر من حلقه. واول محزمه هدرت عليها على قناتي كانت هذه محزمه الورده. واول ديغورمات ايضا هدرت عليهم هما ديغورمات تاع الورده، يعني اللي فيهم الشكل هذا، وقدمت لكم جميع تفاصيلهم. لكن المحزمه تاع اليوم راح تكون خفيفه في الميزان. لماذا خفيفه في الميزان؟ لأنه طولها 86 سنتيم وفيها 23 باب وفم. هذا هو الفم تاعها. الفم أيضا أخوتي فصالة قديمة، يعني هذه فصالة يعني من تراثنا، من تراث الجزائري الأصيل، فقط احنا نطوروها ونزيدوا عليها اللمسات الخاصة بنا. ما مش شكل وردة هذه، يعني هذا الشكل فصالة قديمة وشكل قديم، يعني من تراث الجزائري الأصيل في صناعة المجوهرات التقليدية الجزائرية. والآن نشوفوا الوزن تاعها. هذه ثاني الوزن تاعها راح يفاجئكم اخواتي. وبالعاني اليوم جبت لكم الخفيف باش نجاوب الناس اللي قالوا لي في الحلقة اللي فاتت تاع أضخم محزمة اللي كان الميزان تاعها على ما أظن 260 جرام. كاين ناس بزاف قالوا لي راك دائما تقدم لنا في ثقيل. هاني جبت لكم اخواتي فتلة خفيفة، لكن الطول تاعها راهو ماهوش ستاندار، الطول تاعها راهو صغير 86 سنتيم. شوفوا الوزن تاعها. ايضا لاول مره على قناتي تشوفوا محزمه فتله الميزان تاعها اقل من 100 جرام، المقدر ب 89.96 جرام. هذه المحزمه ايضا فيها 89.96 جرام واقل من 100 جرام. و200 اخوتي راني خادمها 200. شوف مش كيما البلاكا، شوفوا الفرق بينها وبين البلاكا. شوفي البلاكا معرضة يعني للانقطاع، عند عملية شد تتعرض للانقطاع. ودائما محزمة البلاكا تجينا في ريباراسيون بزاف، تجينا دائما منقطعة في هذه الجهة وفي هذه الجهة. شوفوا الفتلة خاوتي، شفتوا كيمتينا. شوفوا الكروشيات، هاهم الكروشيات. شوف، وفي البها ايضا خير من البلاكا. وكل واحد والذوق تاعو اخوتي، هذا ذوقي الخاص يعني. والان نقدم لكم تفاصيل قطعه اخرى اللي هي التاج هذا.
تاج في منتهى الروعة. هذا خوتي كما التاج اللي شفتوه في الحلقة السابقة، هذا شفتوا كيفه خوتي، لكن هذا الحجم تاعو أكبر من التاج اللي شفتوه في الحلقة السابقة. الحلقة على ما أظن عنوانها تاج لكل أميرة جزائرية. دوكا نخليه لكم هنا في الأعلى وفي صندوق الوصف، دوكا يخرج في الصورة أيضا. هذا خوتي التاج أكبر من التاج اللي شفتوه المرة اللي فاتت. التاج تاع المرة السابقة فيه فقط وردة هنا، هذا فيه 3 وردات، فيه 1 2 3. كما قلت لكم أيضا دائما تقدروا تديروا في بلاصة الوردة هذه والله هذه والله هذه الويزة، سما تقدروا هنا ديروا 3 لويزات عادي ولا دبلوني، لكم حرية الاختيار. وإذا بغيتوها فتلة كما هكا أيضا كما تحبوا نخدموه لكم. هذا تاج في منتهى الروعة. ويعني يا خوتي بالنسبة للحجم تاعو راهو خفيف في الميزان، شوفوا الميزان تاعو. التاج هذا فيه 30.58. نوعية صناعة التاج هذا فتلة خوتي، هذه فتلة ماهيش بلاكة. هنا ان شاء الله في قناتي تتعلموا الفرق بين الفتلة والبلاكة. والآن نقدم لكم تفاصيل قطعة أخرى. كاين القرمات هذه يا خوتي، القرمات في منتهى الروعة، متكونة من 4 قطع، 1 2 3 4. فيها 4 لويزات أيضا. سما أختي إذا أنت نجحتي ودخرتي 4 لويزات تقدري تجيبي لنا لويزاتك ونركبوهم لك في قرمات من هذا الشكل. فقط أخوتي ديروا القلب وتدخروا، خبوا صواردكم، تقدروا ديروا الذهب. الذهب أخوتي ما يغلاش على المرأة الجزائرية إذا حبت تديروا. هذه قرمات أيضا بتصميم جديد، وهذه تلبية لرغبة الزبائن والمتابعين تاعنا اللي ديما يقولوا لنا بدلوا لنا الشكل تاع القرمات التقليدي. صراحة كاين أشكال كثيرة، فقط أنا جبت لكم اليوم 2 أشكال، ونتمنى إن شاء الله يعجبوكم. وباش تعرفوا راني دائما نقرأ في التعليقات تاعكم، ونحاول دائما نطور من المحتوى تاعي ومن الصناعات تاعي حساب الرغبات تاعكم انتم. هذه الميزان تاعها 18.72. هذه يا خوتي من صنع ورشاتنا وتجدونها حصريا في متاجرنا. وكاين ايضا قرمات اخرى بتصميم جديد من تصميم ورشاتنا وتجدونها حصريا في متاجرنا. عناوين وارقام هواتف متاجرنا راني مخليهم في اخر الحلقة. شوفوا الميزان تاعها، الميزان تاعها 14.8. أما القطع الأخيرة هما الحسك والجعب، راني هدرت عليهم في أكثر من محطة وفي أكثر من حلقة، وقدمت جميع تفاصيلهم في حلقة مخصصة للمسكية ومكوناتها. هذا ما خوتي من مكملات أو مكونات المسكية كي نديروها في سخاب العنبر. كي ديري المسكية في سخاب العنبر لازم لك المكملات هذه، الجعب والحسك. الميزان تاعهم 27.1. هذا ما خوتي من التراث الجزائري الأصيل، ولازم ما نفرطوش فيهم، خاصة الحسك والجعب. كاين بزاف من الجزائريين ما عادوش يستعملوهم، يعني خاوتي ما نفرطوش في عاداتنا وتقاليدنا، لأن كون نفرطوا فيها ونسمحوا فيها ما راح يدوها ناس واحد اخرين وينسبوها لأنفسهم. لهذا دائما احنا كجزائريين لازم نحافظوا على تراثنا. احنا كصناع مجوهرات لازم نعرفوا نخدموا المجوهرات التقليدية الجزائرية، وانتم كزبائن من المستحسن تقتنيوا الحوايج هذه في مجوهراتكم. يعني إذا درتي مسكية زيدي لمي وديري الحسك والجعب وركبيهم في سخاب العنبر وتجي يعني في منتهى الروعة. إن شاء الله أخوتي نكون أفدتكم في الحلقة تاع اليوم، وإن شاء الله المعلومات هذه المتنوعة لحساب تنوع المجوهرات تاع اليوم تكون عاونتكم ونورت لكم خبايا عالم المجوهرات.
والان نكونوا لحقنا نهايه الحلقه تاع اليوم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله دائما نكونوا في المستوى. اللي عنده اي ملاحظه او استفسار يخليه في جانب التعليقات في الاسفل، واللي حاب يتواصل معنا ولا يتعامل معنا ما عليه غير يزور او يتصل بواحد من ارقام هواتف متاجرنا، راني مخلي جميع تفاصيلهم في اخر الفيديو. والان ما بقى عليا غير نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم، وانتظرونا في حلقات قادمه باذن الله.